زهقتوا من الجلاش التقليدي وبتحبوا الجلاش الحلو؟ هنعمل النهارده بقى جلاش بطريقه مختلفه وجديده. شويه مكونات كده هنضيفها على الجلاش هتخلينا نحس ان احنا بناكل جلاش بالكريمه ومن غير ما نورق ورقه ورقه وبابسط طريقه كمان. هنجهز الشربات اول حاجه علشان المفروض يكون بارد. للفتين الجلاش هنحتاج 4 كوبايات من السكر، كوبايتين من الميه، وهنحتاج كمان ربع كوبايه كده من عسل النحل، ونحطهم على النار واول ما يبتدوا يغلوا نديهم تقليبه ونشيل الفوران دهوت كده على جنب، نديهم عصره ليمونه ونسيبهم يغلوا لمده 4 دقايق. بنسقي بيه وهو بارد خالص. معايا بقى لفتين جلاش، ناخد بقى ورقه ورقه ونكشكشها. عارفين المروحه اللي كنا بنعملها زمان؟ نقعد نكشكش كده الورق زي المروحه كده بالظبط زي ما انتم شايفين كده. صينيه مقاس 26 ودي كافيه لفتين جلاش، نديها دهنه سمنه محترمه كده ونرص فيها الورق المكشكش اللي احنا عملناه بالشكل اللي انتم شايفينه دهوت لحد لما يملى الصينيه كلها. كوبايه من السمنه بنسيحها على النار واختاروا نوع سمنه حلو. بعد كده نسقي بيها الجلاش وهو زي ما هو كده، ونبتدي نوزع بس السمنه جوه بفرشه كده لحد لما نتاكد ان هي نزلت في كل الاماكن من غير ما نورقه ولا حاجه. وبندخله فرن سخن على درجه حراره 200 يحمر كده ويبقبق شويه وياخد لون خفيف من فوق. على ما نجهز التشريبه بتاعتنا، كوبايتين من اللبن الحليب، 4 معالق كبيره من الكاسترد او باكيت من الكريم كراميل، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من السمنه السايحه، ونقلب كل حاجه مع بعضها. ما ننساش نحط شويه فانيليا كده. واول ما الجلاش ياخد لون اللي انتم شايفينه ده وهو سخن مولع نار كده نسقيه بالتشريبه وما نخليهاش تبقى مغطيه قوي يعني زي ما انتم شايفين كده، ونرجعها الفرن تاني لحد لما يشرب التشريبه تمام زي ما انتم شايفين. وهو سخن ننزل عليه بالشربات او العسل البارد اللي احنا لسه عاملينه.